اهلا بحضراتكم جديد مشاهدينا. زي ما اتفقنا في الاول، احنا بنتكلم طبعا عن الغرف التجاريه، نشأتها والظروف اللي نشأت فيها في منتصف القرن العشرين اللي فات ده حالا. هنرجع بقى بالتاريخ ونتكلم عن دولة عميقة وعتيقة وكبيرة جدا على مر القرون. يعني طبعا كلمة دولة هي مصر، لكن هي كانت دول كتيرة متلاحقة حسب ظروف الحكم ويعني أوقات الازدهار والإخفاقات وما إلى ذلك. فكان بيتبع ده بالتأكيد إدارة للأزمات في ظل الإدارة الناجحة اللي كانت موجودة في عصور كتيرة جدا داخل مصر. هل كانت كلمة الأزمات دي موجودة؟ طبعا مش بالضرورة، لكن أكيد كانوا بيعرفوا يتصرفوا في المواقف اللي كانت بتحل بمصر محليا أو عالميا. وهنتكلم في تفاصيل كتيرة قوي تتعلق بإدارة الحياة في مصر بكل مواردها اللي كانت غنية بيها ولا زالت الحمد لله. طبعا مع دكتور حسام عبد الفتاح، مفتش آثار وباحث في المصريات. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله على اهلا السلامة. بحضرتك. اهلا الله يسلمك. بيك. هنبدأ من عند كلمة أزمات دي. يعني طبعا كلمة حديثة شوية والعلم، لكن أكيد كان لها مرادفات، وأكيد كان معمول بها بشكل أو بآخر في أزمنة سحيقة في مصر. بالظبط يا فندم. طبعا الازمات اللي حصلت في مصر القديمه كانت ازمات كثيره ومتعدده، وكان ده في نهايه فترات القرون. يعني على سبيل المثال لو جينا مثلا نبدا كده من حيث انتهيت حضرتك. طبعا المشروعات القوميه الكثيره اللي عملها الملوك في نهايه الدوله القديمه. وعشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين ان الدوله القديمه بتبدا من الاسره الثالثه وبتنتهي بحكم الملك بيبي الثاني في نهايه الاسره 6. ففي اعقاب او في نهايه حكم الملك بيبي الثاني ثار المصريين ضد الملك بيبي الثاني. وكان طبعا سبب الثوره الاجتماعيه الاولى، هي اول ثوره في تاريخ العالم. كان السبب ان المصريين القدماء كملوك كانوا بيصرفوا كتير جدا على المشروعات القوميه بتاعتهم وبناء الاهرامات، في حين ان الشعب وقتها كان بيعاني من بعض الاضطرابات، وخصوصا مع طول فتره حكم الملك بيبي الثاني كنموذج لعصر الدوله القديمه. فطبعا الازمات الاقتصاديه كانت متعدده في مصر القديمه، لكن في فترات الانهيار وليس في فترات القوه. الحضاره المصريه القديمه طبعا كانت عظيمه في مختلف المجالات، لكن اكيد كان بيواجهها بعض المشاكل. يعني فرضا لو جيت اضرب مثل في حكم الملك جسر اللي هو الملك زوسر في الاسره الثالثه، بنجد ان هو بيشتكي على او في لوحه اسمها لوحه المجاعه، هي نص جزيره سهيل في اسوان. بيصور عليها الملك وكانه زعلان تعبان في مشاكل حصلت في عهده، وان المجاعه دي استمرت 7 سنين. وطبعا برضه يعني ده كان بيتقال ان الملك زوسر عاش في عهده او حصلت في عهده مشاكل. دي خارجة من القصر الملكي ولا حد لا، كتبها؟ هي اتكتبت في عهد البطالمه عشان يكسبوا عطف البطالمه للمعبود خنوم على حساب معانا اللوحة المعبوده، على الشاشة. على حساب المعبوده ايزيس. فاحنا طبعا بنقول ان الدوله القديمه عاشت فترات ازدهار، لكن النص ده ما هو نص غير معاصر للملك وليس في ايام حكم الملك. فدي تعتبر اول ازمه اقتصاديه، لكنها لا تنسب شخصيا للملك، يعني هي اتروت عن الكهنه الخاصين ويا ترى بالمعبود خنوم. ويا ترى الفترة الزمنية ما بين كتابتها والحوادث اكتر نفسها؟ من 1000 سنه، يعني فتره طويله ودي جدا. مسألة يعني انا بعرض ليست لحضرتك دقيقة جدا يعني. الازمات عبر التاريخ طبعا بتدرج التاريخ طبعا. اللي هم 30 اسره او 31 اسره. طيب خلينا الأول، يعني طبعا مصر فيها موارد طبيعية ربنا حباها. النيل نفسه، طبعا الخضر. احنا عكسنا دلوقتي، البلكونات بتطل على النيل مباشرة. كان تعديات. زمان النيل ثم الزراعة ثم المساكن في المد الصحراوي. العكس هو بالظبط اللي حاصل بالظبط دلوقتي. بالظبط. القصد ان احنا عندنا النيل وعندنا الجبال الدهب في النوبه. والمناجم. الدهب في النوبه بالظبط. وعندنا وعندنا الشمس النحاس. والمناخ القصدير. وحاجات كتيره قوي كانت موجوده. حجر وطبعا الجيري. والزراعه نفسها طبعا بقى طبعا. كانت موجوده. لو دي مكونات دوله ساهمت في بناء حضاره بقى فيما بعد، ازاي بقى كان مثلا قطاع الزراعه كان يدار، قطاع المعمار او العمران يعني؟ في البدايه كانت الطبقات الاجتماعيه، انا احب اشير اليها الاول. الطبقات الاجتماعيه كانت عباره عن طبقتين. الطبقه العليا اللي كان بيمثلها الملك والوزير وكبار وطبعا حكام الاقاليم وبعض الموظفين الكبار في الدوله. الطبقه الثانيه كان بيمثلها اللي هم بقى الفقراء والفلاحين والزراع والصناع وصانعي الملابس واللي هم بيغسلوا السجاد.
يعني الناس والصيادين دي كده طبقات المجتمع المصري، ما بين هم طبقتين، طبقه عليا الحرفيين والمهنيين. بالظبط. بس الحرفيين كانت اوضاعهم الاقتصاديه، يعني انا تناولتها في رساله الماجستير عن الفقر في مصر القديمه، دي رسالتها، فتناولت الاوضاع الاقتصاديه دي. لكن مصر حباها الله فعلا نعم كتيره جدا. المشاكل اللي كانت بتبقى في مصر يا فندم كانت بتبقى في اوقات معينه، يعني على طول التاريخ المصري كانت الحضاره المصريه القديمه حضاره منتعشه. لكن طبعا من كثره انفاق الملوك على المباني بتاعتهم والمشروعات القوميه اللي كانوا بيعملوها، ان كان كل ملك بيمسك الحكم كان لازم يعمل مقبره، ده في عصر الدوله القديمه، وبيعمل معاها معبد الوادي والطريق الصاعد والمعبد الجنزي، فده ارهق الدوله، فبدا الضعف يدب في اوصال الدوله. لكن على الصعيد الاخر حكام الاقاليم كمان سيطروا على السلطه في بعض الاماكن، فده مهد لوجود ثورات اجتماعيه. لكن لو حضرتك عايز تتكلم تحديدا عن الازمات يعني الازمات بصفه عامه، صح؟ كيف كانت تدار الازمات في مصر القديمه؟ بالظبط. ما اقدرش اتكلم عن الموضوع ده بشكل، يعني ما اقدرش اخص حد، انا اقدر اتكلم عن بعض الحوادث اللي حصلت في مصر. طبعا. يعني في برديات اتكلمت عن المشاكل اللي حصلت في مصر. لا يعني احنا مثلا فترة كياموس وتحتمس الثالث والملكة الأم وإنها كانوا يعني تمام. هنا في إدارة أزمة لاحقة للحرب، دي كمعركة مع الهكسوس، وإزاي يقوموا وهكذا يعني. في تمام. طبعا فكرة الصوامع فيما بعد، واستثمار ما هو مزروع وإزاي نخزنه وهكذا يعني. أنا هدي لحضرتك مثالين حصلوا على حوادث مشهورة جدا في مصر القديمة. يعني مثلا في عهد رمسيس التاسع، ده في نهاية الأسرة العشرين، نهاية طبعا الحكم الوطني المصري، اتسرقت المقابر في مصر طبقا لبردية اسمها بردية هارس، طبقا لبردية اسمها بردية هارس وبردية أمهرست. البرديتين دول بيتكلموا عن سرقات المقابر، وازاي ان كان احد العمد او الموظفين الكبار في طيبة الغربية كانوا بيسرقوا المقابر، وطبعا الملك رمسيس التاسع عمل يعني فيما يعرف ب يعني ايه، هنقول مثلا قانون لحماية الآثار، او هنقول ان هو كلف احد عمدة طيبة الشرقية انه يبحث منظمة يعني. بالظبط، يبحث مين سرق الآثار دي واحنا هنحاسبه على سرقة الآثار، فشكل لجنة. والكلام ده اتكتب في برديتين، بردية هارس وبردية أمهرست وبردية إبوت، الاثنين دول اتكلموا عن سرقات المقابر. يعني كان في سرقة وكان في أزمة وكان في مسؤول كبير بيسرق، لكن في مسؤول تاني واقف له بيمنع السرقة دي تطبيقا لمبدأ الماعط اللي هي العدالة، ان انا لازم امنع الشر، ان انا لازم احافظ على جثمان الموتى. دي مثلا كحادثه من حوادث التاريخ المصري القديم. يعني هتلاقي حوادث فرديه فيها فساد، هي موضوعات فرديه، لكن طبعا القانون العام كان بيحكم المساله. القانون العام هو الماعط، هو العداله، لان المعبوده ماعط دي هي ابنه اكبر معبود في مصر اللي هو المعبود رع. وكان المصري القديم ممثل في الملك اللي هو النظام الحاكم، كان لازم يقدم قربان الماعط في كل المعابد. يعني حضرتك لو شفت اي معبد في مصر هتلاقي الملك بيقدم قربان الماعط اللي هي ريشه العداله، اللي هي ريشه النعام. حتى المصري القديم لما رمز للعداله رمز لها بريشه نعامه. ليه؟ عشان النعام الريش بتاعه كله متساوي، كله حجم واحد. يبقى اذا العداله هي كل حاجه ساميه في مصر القديم. عند المصري القديم الماعط هي الاستقامه، هي الحب، هي العداله، هي كل المعاني الساميه. فطبيعي ان المصري القديم كان بيحاول على قدر الامكان انه يواجه المشاكل، لكن المشاكل دي كانت حوادث فرديه. زي ما قلت لحضرتك، انا اتخيل ان الزراعه مثلا في اللي هو ال 10,000 سنه الاولى، يعني نقول 8,000 قبل الميلاد، تقريبا 5,000 بدات يعني ايه، الزراعه كانت عشوائيه، ممكن نقول عشوائيه شويه، لكن بعد شويه بقى في ثمار، وفي يعني مثلا في القمح، في الذره، في محاصيل معينه، الاداره نفسها والفلاح بيهتم بزراعتها، وبالتالي كان بيراعي بقى حركة النيل والمية والفيضان، بالزبط. بيراعي حركة النجوم والقمر والفصول وما إلى ذلك. ما برضو دي إدارة للحياة بشكل أو بآخر، حتى لو ما كانش فيه أزمة. هي حياة بس مش أزمة، صح. زي ما حضرتك بتقول، الفلاح في مصر القديمة طبعا في اللغة المصرية القديمة كان بيبقى اسمه سختي. سختي أي المنتمي للحقل، وده من سمو الحضارة المصرية القديمة، ان الحقل كان اسمه في اللغه المصريه القديمه بالخط الهيروغليفي سخت. اذا الفلاح هو سختي. الفلاح المصري القديم كان بيعمل وكان بيتعب جدا جدا، لدرجه ان احنا يعني انا حتى صورت بعض المشاهد كده لسيده بتشتغل مع جوزها في مقبره بوتوزيرس في نهايه التاريخ المصري، ومعاها ابنها. يعني كانوا بيتعبوا فعلا عشان خاطر المصريين، وكانوا بيعملوا او بيبذلوا كل ما في جهدهم. المصري القديم طبعا كمان لحبه للفيضان فعمل له اله، عمل له معبود.
ربطوا كمان بالمعبود اوزير، ربطوا كمان بالمعبود حاب اللي هو معبود النيل. مصر القديم كان بيشتغل طول السنه في الزراعه، والثلاث شهور اللي فيهم فيضان كان بيشتغل في المشروعات القوميه. وخير شاهد على ذلك البرديات اللي هي طبعا اللي هي الخاصه بالملك خوفو اللي هي في منطقه الجرف اللي عثر عليها بالقرب من السويس، اتكلمت عن توفير المرتبات للموظفين. وعرفنا من البرديات دي ان الفلاح المصري القديم كان بيعمل ايضا في المشروعات العمرانيه، لكن في فترات اللي هم الفيضان 3 شهور الراحه بالظبط، وكانوا بيتقاضوا مرتبات وكانوا بياخدوا كل حقوقهم. وطبعا البرديات الادبيه العديده نصحت بمعامله الفلاح معامله كويسه، وان كان في البعض حذر من انه يكون فلاح. يعني عندنا مثلا ختي بن ضوائف، ده راجل كتب مجموعه من النصائح لابنه وكان بينصحه، بيقول له يا ابني اشتغل، هتتعب، يعني عايز يقول له هتتعب. المهنه دي من المهن المتعبه. أيوة. المهنه دي من المهن المتعبه، وان كانت طبعا هي افضل ايضا من الجنديه، لكن هو كان يعني من خلال البرديه دي استعرضنا عرفنا معظم المهن، هم حوالي 17 مهنه. وطبعا كانوا كلهم بيوجهوا ابنائهم لفكره الكاتب، خليك كاتب، خليك بالظبط، كن كاتبا تنجو من الجنديه. ايوه، على اساس ان الجنديه فيها حرب وفيها تعب. بالظبط. طيب ما هو برضه يتبع ده افكار بيقدمها الصف الثاني للملك او غيره، مثلا شق القنوات والترع وما الى ذلك. يعني هل ده كان موجود يخدم على فكره الزراعه؟ احنا بنتكلم شويه عن الزراعه على اعتبار انها كانت مورد رئيسي واساسي كبير، ما كانش موجود في بقيه يعني الاقاليم اللي حوالينا. يعني كان موجود في مصر لدرجه ان حاكم الاقليم كان بياخد لقب عجمر. عجمر اللي هو شاقق الترع. يعني حاكم الاقليم في مصر القديمه كان من ضمن القابه الوظيفيه انه هو المسؤول عن شق الترع والقنوات. حتى عرفنا منين الكلام ده؟ عرفنا ان في فترات الضعف، يعني تحديدا في الاسره 8 لقينا البرديات بتتكلم ان ملوك الاسره الثامنه اللي هم عاشوا في ايام مشاكل في عصر الانتقال حاولوا يحلوا 3 مشكلات. مشكله الترع اللي هي تطهير الترع بعد طبعا الثوره والمشاكل، ومشكله المجاعه، وطبعا مشكله اللي هي توفير الامن والامان. فعرفنا ان من مهام حاكم الاقليم ال3 مهام دول. فطبعا هو كان بياخد اصلا لقب عجمر. عجمر يعني شاقق الترع، الذي يشق الترع. فهو المسؤول عن الزراعه، لان الزراعه هي العصب الاول لمصر. كمان المعبود اوزير اللي هو معبود العالم الاخر طبعا كان لونه اخضر، فلون الارض الزرع. الزرع. يعني الزراعه طبعا مهمه جدا، ده قامت على الحضاره المصريه القديمه. لولا الزراعه ما كانش هيبقى في حضاره في مصر القديمه. احنا شفنا في يعني فترات لاحقه يا برضو استثمار المحصول نفسه. يعني الفائض كان في تصدير، كان في تصدير للخارج، وكان في صوامع للتخزين، وكان في سنوات اعجاف بقى واشياء يذكرها يعني التاريخ الديني او المكتوب. يعني هو بالمعنى المفهوم، احنا طبعا مش عايزين نربط ما حدث ايام حكم الملك ونيس لما صور طبعا عدد من الشعوب الاجنبيه على جدران الطريق الصاعد بتاعه لمجموعته في منطقه سقاره. صور مجموعه من الشعوب الاجنبيه وهم منهكين وتعبانين وجسمانيا يعني هازلين جدا. دي كانت مجامله والله للحاكم. يعني انا في الرساله عرضت الموضوع ده، قلت ان هو مش مجامله للحاكم ولا حاجه. هو الحاكم بيصور في رايين، يا اما بيصور للشعوب للوطن او للمواطنين المصريين ان انتوا عايشين كويس مقارنه بالشعوب اللي جنبكم الضعيفه، يا اما طبعا ربما تكون حدثت مجاعه بالقرب من يعني احد الاقاليم. بس دكتور حسام، اجمالي التاريخ وكل ما نتكلم عنه، احنا محور رئيسي في حديثنا عن عظمه وقوه المصري القديم وبراعته وعبقريته، سواء في التشييد او شق القنوات او الزراعه او غيره، تبين ان هو فعلا كان سابق الاقاليم المحيطه، وانه بالتالي وارد ان هو يكون كان فعلا سله غذاء للي حواليه في العالم. يعني انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه خالص، يعني مش مجامله من الكاتب. لا اللي مدح في الحاكم. يعني لا مش مجامله، لان دي كانت بتبدا مرحله يعني بدايات الضعف من نهايه حكم الملك ونيس. كمان اللغه المصريه القديمه اتكلمت عن الشعوب اللي حوالينا اللي هم اجوارنا، قالوا عليهم العامو حريوشع. يعني الناس الحافيه اللي ماشيه على الرمل، يعني الناس اللي هم اصحاب الاقواس ال9. يعني احنا سمينا الحدود اللي جنبنا كانوا 9 دول، سميناهم الاقواس ال9. يعني اكتر سلاح هو يعرفه القوس. فما كانتش حضارات متمدنه، بدليل ان تحتمس الثالث
كان بيعمل حملات عسكريه، وكان كمان بيفتح لهم مدارس. بنقعد نقرا دلوقتي على الفيسبوك، حد لسه كان كاتب على صفحه مشبوهه كده انه طبعا يعني طبعا احنا عارفين ان في حضارات عريقه برضو زيها زي الحضاره المصريه، لكن لما نقول ان مصر سابقه احنا عندنا ادله كتيره جدا مكتوبه وعلى الجدران ومنقوشه وغيره ومرئيه. أيوة. فمثلا الناس تقول الحضاره السامريه في العراق مش عارف حد يطلع من ليبيا يقول احنا برضو ضاربين واحنا اقدم وعندنا بعض الادله هو مفيش أدلة في الحقيقة يعني تجابه، مش ملموسه، تجابه الأدلة المصرية اللي واقفة على رجليها يعني احنا عندنا كفايه الاهرامات موجوده زي ما هي. احنا عندنا كل حاجه تقريبا في مصر. يعني مصر القديم وصل للفلك. اقول لحضرتك على حاجه بسيطه. مصر القديم وصل لموضوع اللي هو السونار كمان، انه يعرف ده هيبقى ولد ولا ده هيبقى بنت، الجنين. بدليل ان حرف اللي هي العلامه الاحاديه الخاء في اللغه المصريه القديمه هي عباره عن مشيمه الجنين، المشيمه اللي حوالين الجنين في رحم الام. المصري القديم رسمها، عملها رمز، عملها علامه احاديه الصوت اللي هي الخاء. اذا المصري القديم عرف البطن دي كمان فيها ايه، يعني قدر يوصل للاعضاء في اختبارات اعضاء الجسم، صح ولا غلط؟ كمان في انشاء الثلاث اهرامات بيرتبطوا بنجم الشعرى اليمنيه. يعني كمان وصل للفلك، وصل للفضاء. مش هنقول ان هو ركب مكوك فضائي وطلع، بس هو عارف، عنده حتى تصور للكلام ده. وصل للنجوم، لما كان يعمل السقف بتاع المقبره يرسم عليه نجوم، فالنجوم دي نجوم السماء. يعني هو وصل يعني مجالات كبيره جدا ومتنوعه في كل حاجه. القصه هنا مش مين اقدم من مين، القصه هنا مين اعظم من مين، مش مين اقدم من مين. أيوة. الحضاره السومريه نشات بالتزامن مع الحضاره المصريه القديمه، لكن ده وقت الكتابه. لكن قبل الكتابه في 5000 سنه، دول مش تبع التاريخ. ده انا بزود، ده انا بزود والله. لا ده انا بقول لحضرتك 5000 سنه، يعني دول المثبتين 100%. أيوة. لكن من قبلها بمليون سنه وكان في حضاره في الفيوم، اللي هو البحر العظيم، البحر الاعظم بالظبط، البحر الاعظم. ونشأت حضارات كتيره جدا، اللي هو في وادي الحيتان دلوقتي، وفي الحيتان موجود، معمول طبعا متصنف عالميا. وادي الحيتان كان الحب يروح للمكان ده عشان يموت فيه، سبحان الله. يعني سايب العالم كله وبيجي يموت في مصر في المكان ده، حتى الحب يحبنا. يعني فهو مين اعظم، مين قبل مين، مش دي القصه. اهم حاجه مين اعظم من مين. الحضاره المصريه القديمه اعظم طبعا. لو يعني ما عندهمش بعث وخلود اساسا، احنا بعث وخلود، اعتقاد في العالم الاخر. يعني هتغلط هتتحاسب. يبقى اذا انت مش هتغلط. اذا لما يكون عندك ازمه اقتصاديه هتحلها لانك هتتحاسب عليها في العالم الاخر. الخيط الثالث لما كان بينصح ابنه، احنا عندنا الرقابه المزدوجه دي، اللي هو ايه، رقابه في الدنيا والدين في كمان انت مستني عقابك. بالظبط. كان بيتعرض على 42 قاضي في العالم الاخر جزائك يعني، ويجازوه. 42 قاضي بيمثلوا 42 اقليم، وبيكون رئيس المحكمه المعبود اوزير، وبيتسجل الحكم. ده ريشه العداله بتتوزن مع القلب. طبعا لو الريشه دي اقل من القلب هيلتهمه طبقا للعقيده المصريه القديمه. اعتقد انه هيلتهمه حيوان خرافي وهيفنى. المصري القديم بيكره كلمه الموت، ما بيحبهاش. هو ما عندوش حاجه اسمها موت الا لو كان يوصل حياته بالحياه الاخرى، بالظبط، الا لو كانت اعماله سيئه. لكن لو اعماله صالحه هيعيش مع المبرئين في العالم الاخر. كمان يعني كتاب ما يعرف بكتاب الموتى متكلم عن الكلام ده كله. كمان المصري القديم بيتبرأ من كل الاخطاء، بيقول لم ألوث مياه النيل، لم اخذ حق الارمله، لقد اعطيت الخبز للجعان. حاكم الاقليم والملك لازم يكتب كده في مقبرته. حسام النص ده انت ممكن تكمله. النص ده يبين ببساطه انه ما كانش فيه ازمات كتيره، لانه سلوك المصري في ذلك الوقت بدوافع ايمانيه او داخليه او تربويه، هو نفسه كان بيحافظ على الاشياء الى ابعد الحدود. انا هاخد من كلام حضرتك، يعني بيقول ردي ان اي لقد اعطيت. تي الخبز، انحقر للجعان، حنقة الجعة، ان ايب للعطشان. يعني هو بيفتخر بكده. بس هقول لحضرتك على حاجه، هو بيفتخر بكده امتى؟ في فترات الضعف، لان ده واجب عليه ان هو يعمله، لازم يعمله. فمش محتاج يعمل ده، يقول ده في فترات القوه. حضرتك فاهمني؟ ايوه. كان بيثبت ده في فترات الضعف، لان نشأت محكمه الموتى، واصبحت المحكمه دي خاصه بكل الناس، مش على قد الملك بس. نشأت في نهايه عصر الانتقال الاول لما حصل ثوره. حتى الثوره الاجتماعيه اللي وقعت المجتمع وكان لها مشاكل كتيره جدا، ووصفها العديد من الحكماء زي ابور ونفرتي وليا اسم الحياه والعزف على القصاره، رغم ان لها انت حاجات يعني سيئه. فكرتني بحاجه، وكانه الاغنيه الوطنيه والنشيد بيظهروا
لما تكون البلد في احتياج. بالظبط، رسمنا على النيل وجه الوطن دخيلا يعني ونيلا وشعبا هو اصيلا. يعني انا الاوان اني افكر نفسي ان انا صاحب حضاره، واني عندي اخلاق، بالظبط واني معطاء بتظهر دي في الازمات او مواقف الضعف. بالظبط بالظبط. فالاغنيه تعلى او النشيد يعلى. انا يعني هرجع للكلام اللي كنت بقوله لحضرتك. انا بقول لحضرتك من شويه ايه، اي الثوره حتى لما حصلت في مصر عملت مشاكل لكن لها نتائج طيبه. استثارت الوعي القومي للمفكرين، دفعت المصريين لتخيل صوره واضحه لحاكم صالح يرعى حياتهم، وكمان نشأت طبقه تمجد العصاميه، ودي حاجه مهمه جدا للازمات الاقتصاديه. بدل ما انا اقعد استنى الملك يحل لي مشكلتي ليه؟ طب ما انا اتحرك واحلها. فده نشأ التيار الفكري ده امتى؟ بعد عصر اللي هو الانتقاليه. اللامركزيه. اللي هو لا، هي اللامركزيه ضيعت البلد وقتها. انا اقصد اقول نشأت طبقه تمجد العصاميه، يعني الشعب نفسه اصبح عصامي معتمد على نفسه. لازم يتحرك. كمان نشأت 4 اتجاهات عقائديه دينيه جديده. اي نعم كان في ناس متشائمه وقررت تنتحر، لكن رجعت عن كده، وده بيدل على يعني عظمه الدين المصري القديم. لو انا انتحرت هدخل النار، هياكلني الحيوان الايه؟ المفترس. فانا طبيعي ان انا هعمل عمل صالح زي خاسر الدنيا والاخره. بس ده ظهر امتى؟ في نهايه عصر الانتقال الاول، بعد ما تبلورت الافكار الدينيه عند المصري القديم. هقول لحضرتك على حاجه. الخيط الثالث ده راجل من مدينه إهناسيا جنب بني سويف، كان بيحارب اهل طيبه اللي هم اسمهم الاناتفه وقتها. بينصح ابنه، بيقول له يا ابني انا غلطت غلطه لما كنت بحارب اهل طيبه دول. شوف هو بيحارب، بيقول له يا ابني، بيكتب ملحوظاته طبعا على لسان ابنه، بيقول له يا ابني انا غلطت غلطه كبيره جدا، انا انتهكت حرمه الجبانه بتاعت ابيدوس وانا بحارب الشعب ده اهو، دخلت جوه المنطقه المقدسه دي وقتلتهم، ما تعملش كده. الابن هو اللي كتب النصيحه على لسان ايه؟ والده. ليه؟ عشان يعلم الاجيال اللي بعده. يعني حتى الكلمه اللي اتقالت يعني اتكتبت، يمارس الشرف بالظبط. حتى اثناء الحرب. بالظبط. بيقول له يا ابني انت هيبقى عندك محكمه في العالم الاخر، ما تغلطش. انا غلطت، انت ما تعملش زيي. يعني لو كان المفروض طبيعي ان هو يفتخر ان هو انتصر على الشعب الثاني، لكن ما افتخرش بانتصار، ده زعلان ان هو انتهك حرمه الجبان. طب انت هنا قلت الشعب بعد الثوره في مصر القديمه يعني مال الى فكره العصاميه، وانه كل انسان يعمل ما بوسعه دون الاعتماد على ملك او غيره، لان ده ادعى او افضل لكل واحد يدور على حياه مناسبه يعيشها عشان الحساب. عشان الحساب. وبالتالي ينتج ويزرع وهكذا يعني. طيب لو في اجانب، احنا عارفين ان كان في فترات بتحكمها اجانب، يعني الهكسوس دخلوا شويه، الفرس دخلوا شويه. بيحكموش مصر، بيحكموا اجزاء من مصر. اجزاء من مصر مش مصر. هنا نقول ان العصاميه بتاعت الشعب نفعت شويه يعني، ولا كان التنسيق ازاي يعني في فكره الازمه، او انت في الازمات الحربيه اللي موجود فترات الاحتلال عموما في مصر القديمه بدات طبعا بعد نهايه عصر الدوله الوسطى، ونشات طبعا في نهايه الاسره 15 لما دخل عندنا شعب اللي هم حقاقه ست او الهكسوس زي ما اطلقنا عليهم او اطلق عليهم الاغريق. الشعب ده لما دخل مصر، طبعا هو دخل شمال شرق مصر فقط، هي منطقه اواريس لا تتعدى 4 كيلو، ده اللي هم سيطروا عليه. لكن المصريين الوطنيين كانوا طبعا في الصعيد في منطقه طيبه او منطقه اللي هي وسط في اللغه المصريه القديمه، وتبنى الكفاح المسلح ده سقن رع وولديه، الابن الكبير اللي هو كاموس والابن اللي بعديه اللي هو احمس. حتى السيدات بتوع البيت المالك حاربوا معاهم، اللي هي طبعا الجده تيتي شيري والزوجه اللي هي احمس نفرتالي تزوجت كاموس ثم تزوجت احمس. لكن القصه هنا حضرتك بتسالني ده انعكس ازاي عليهم؟ ده واجبهم، ده الملك ده واجبه كده. الشعب بقى طبعا طلع كله للجهاد لحد ما طرد المستعمر ده. فطبعا احنا وقت الازمات عموما بنبقى مع بعض، بنبقى كلنا متحدين، لكن في غير كده ممكن يبقى في اضطرابات شويه. الكلام ده يبدو معاصر جدا، الجمله دي يعني تنفع في الحياه المعاصره، لكن انا بنسحبها على 5 و7 آلاف سنه لورا، فعلشان برضو الناس اللي بتسمعنا تتخيل يعني ايه 7000 الى الوراء، وكان في حياه منظمه، كان في شوارع وكان في بيوت بالزبط. وكان في حرمه للاشياء، وكان في حدود في الزراعه، يعني الحد الزراعي، ان كل واحد عارف ارضه، مش بتعدى على حاجه وان كان في مسؤول امام القضاء يعني تفاصيل دوله يعني فريده. حتى في رسم العلامه الهيروغليفيه نفسها، رسم علامه النيوت اللي هي بتمثل المدينه، عملها شوارع متقاطعه، يعني كان عنده فكر في كل حاجه. بس انا عايز اوصل مع حضرتك لحاجه ثانيه،
انت حضرتك برضه في مذهب العصاميه او فكر العصاميه، هل العصاميه دي اثرت؟ اثرت. بعد ما حصل عصر الانتقال والثوره والمشاكل، لما جه البلاد الملك امنمحات الاول اللي هو اسس الاسره 12 بدا يعمل مشروعات في الري، بدا المصريين كلهم يشتغلوا مع بعض ايد واحده بعد ما كانوا بيحاربوا بعض. يعني في نهايه عصر الانتقال الاول كانت العاصمه اللي هو وقتها حاجه شبيهه بالمستثمرين المصريين دلوقتي مثلا يعني بس كان فكر دولي. اصحاب رؤوس ايوه، الاموال. انشا مدينه الفيوم، عمل مدن جديده. يعني اصحاب امنمحات رؤوس الاموال يعني. بالظبط، بس مش هنقول رؤوس اموال لان كل حاجه في مصر ملك الملك. الكهنه ملك الملك، الجيش ملك الملك، هي كانت حكومه مركزيه صعبه شويه، لكن هي افادت الناس ما ضرتهمش. فطبعا الملك يعني اقصد اقول بعد الازمه في انفراجه. يعني مثلا بعد عصر الانتقال الثاني اللي كان فيه الهكسوس نشأت الدوله الحديثه، اعظم دوله في مصر. بعد عصر الانتقال الاول اللي فيه مشاكل ما بين طيبه وايناسيا، اقليمين حرب اهليه، نشأ عصر الدوله الوسطى اللي هو اعظم حاجه حصلت في مصر القديم في الفن والادب والعلوم والثقافه. يعني اكتر من 200 سنه. بالمناسبه القناعات، ما هي دي برضو يعني ان تنتقل من دوله الى دوله يعني، او من حكم الى حكم، وكان بيمر احيانا قرن او قرنين او ثلاثه على الدوله الواحده يعني، او اكثر او اكثر. فالقناعات الجديده كان يمليها الملك على نفسه بالحاشيه بتاعته، ولا الشعب كان يعني يساهم في انه مثلا في دوله دينيه، كانت في دوله دينيه هي قايمه على الدين. ودوله بعد كده شويه لقينا ان الهندسه والفلك والطب والحاجات هو العمود بتاع البلد وهكذا يعني. القناعات دي كان مين بيضعها؟ الملك طبعا، بس انا شايف ان اللي كان بيحرك الدوله الاساسي كان الكهنه. هضرب لحضرتك مثال. عندنا ملك اسمه الملك امنمحات الاول، ده كان وزير ربما يعني ده برضه فيه اشارات بس فيه مؤيد وفيه معارض. ده كان وزير وانقلب على ملك تاني اسمه الملك منتحوت الرابع. فطبعا بعد ما عمل كده غير العاصمه، نقلها من مدينه طيبه لمدينه الليشت اللي هي اس الطاوي او القابضه على الارضين في الفيوم. غير الدين من عباده مونتو اللي هو العجل اللي هو اله الحرب في طيبه، وعبد اله تاني والاله امون، وسمى نفسه من اميني الى امون امحاط، اي ان امون في المقدمه، واطلق على نفسه اسم امنمحات. مش دي بقى القصه هنا انه جاب كاهن اسمه نفرتي او نفر رحوم. النفرتي ده عمل حاجه اسمها النبوءه او التنبؤات، قال فيها ان هيحصل هلك في النسل والحرث بعد حكم الملك سنفر. سنفر ده في الدوله القديمه مؤسس اسره كام؟ 4. ده بتاع صاحب الهرم بالظبط. ده هرمين وكمل هرم. كمل هرم حوني في ميدوم، وعمل الهرم الشمالي والجنوبي في منطقه دهشور. المهم ان نفرتي قال ان هيحصل هلك في النسل والحرث لحد ما هيجي لنا ملك هتختاروا المعبودات او الالهه امه من اقليم طست من النوبه اسمه اميني او امنمحات عشان يديله شرعيه، لان ده كان راجل من عامه الشعب. فهنا القناعه هي قناعه ملك. دي نبوءات ولا رؤى سياسيه؟ هو قال له اكتب كذا فكتب. لان ده اتكتب في عهد مين؟ الملك امنمحات. وما بين سنفر وامنمحات كتير، سنوات كتير جدا. ده في الاسره الخامسه والسادسه والسابعه لحد الاسره. احنا هنتكلم برضه عن دور الكاهن من دوله لدوله بالظبط. وتاثير كان اسمه حم نسر الكاهن. تاثير يعني الوازع الديني او هيمنته على مملكه بعينها. هو الحكم كان اللي بيحرك الحكم كان الدين. بس هناخد الفاصل ده مشاهدينا ونعود مباشره.
ستحمل إلى الأبد سر عظمتي، ولن ينال أحد مني على مر العصور. في رحلة أبدية لا تعرف حدوداً، يأتي هذا الملك مثل النهر الخصيب، رمسيس الثاني، سبب الأقدار السعيدة لمصر. تجتاحه ذكريات الطفولة السعيدة بالأقصر، مجد الانتصارات في قادش، حلم الإمبراطورية الكبيرة. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. بجد التحيه طبعا بدكتور حسام عبد الفتاح، يعني مفتش الاثار والباحث في المصريات. يعني لفت انتباهي برضه مراحل في التاريخ القديم كان بتمر بيها البلاد، وطبعا الفلاح والمهني والحرفي هو كان بيعاني اكتر لانه كان يعني التأثير السلبي ينعكس عليه سريعا، فتحصل مجاعات او غيره. يعني انا بضيف حته كمان ناخدها معانا، انه في الاوقات دي كان بيظهر ساخر كده اللي هو الى الان موجود. يعني الاسعار تعلى شويه يضحك ويطلع نكت، ما اعرفش يتريق على نفسه يعني. وده تيار الكتابه والابداع او الصحافه اللي ممكن نسميه التيار الشعبي. التيار الشعبي متمثل في كتابه، صحفيين واعلامه. هو زمان ما كانش فيه الصوره دي، لكن كان فيه بيعرف يقول ده على الجدران في وقت الشغل بعيد عن الاداره، حاجات كده يعني. فنتكلم شويه عن يعني كيف كان يخرج المصري القديم من مثلا فكره المجاعه، حصلت كم مره المجاعات كانت لها اوقات كثيره جدا في مصر القديمه، خصوصا مع نهايه او في منتصف عصر الانتقال الاول. زي ما قلت لحضرتك في الاسره الكام، في الاسره الثامنه، ان حكام الاقاليم حاولوا يحلوا المشاكل الاقتصاديه لكنهم فشلوا فيها. ده كان في الاسره الثامنه في انعدام سلطه الحكومه المركزيه. لو جينا نتدرج كده في المجاعات تاريخيا هنوصل كمان الى برديه اسمها برديه تورين. برديه تورين دي بتتكلم عن مشاكل حصلت في مصر لما العمال قالوا نحن جوعى نحن جوعى. العمال اللي شغالين في منطقه دير المدينه ما بيتقاضوش مرتبات، ما بيقبضوش، فاشتكوا للملك وبداوا يكتبوا بعض المراسلات للوزير ان احنا جعانين، ان احنا ما بناكلش، ان احنا بنشتغل من غير مقابل. فبدا طبعا الوزير يرد عليهم بعد كده وبدا يوفر لهم الكلام ده لما عملوا اضرابات. كمان في اضرابات للعمال في عهد الملك رمسيس الثالث، وكانت اضرابات لعدم تقاضي المرتبات، وكان اللي مسيطر على الديوان الملكي الاجانب وليس المصريين، وده اللي عجل بسقوط عصر الدوله الحديثه. يعني ده يعتبر اشهر حاجه في مصر القديمه، ان ثوره بيعقبها بس اضراب ده بسبب يعتبر المجاعة. استدعاء من الدولة لمجموعة من العمال اتأخر عليهم التعيين مثلا أسبوع ولا يوم ولا لا ده اتنين ولا اتاخر أكتر. كتير. فبدأوا يزمزقوا اللي هو عشان احنا نشتغل. بنشتغل من غير ما ناكل حتى يعني. بالظبط. لأنه كان بيحصل مقايضة. في يعني مثلا في بناء الهرم خوفو وغيره، كانت المسألة دي ما فيهاش شكوى، يعني كان يوصل لهم العيش الخبز عشان خوفه يوصل كان لهم. قوي. اه الاداره المركزيه كانت اداره قويه وقتها، كان لهم تامين صحي على فكره عمال بناء الهرم، وكان في وكان مستشفى لهم على جنب. مستشفى ميدان، وكان لهم مرتبات ثابته. وطبعا هم كانوا بيعتمدوا على القمح. طبعا دول قالوا احنا ما بنحصلش على مرتبات خالص، احنا جوع احنا جوع. فبدات طبعا المشاكل، وطبعا مع حكم الملك المترهل انه حكم فترات طويله جدا، فطبعا طبيعي ان يحصل مشاكل. كمان المصري القديم كان المشكله تحصل وهو يقعد يضحك يسخر من اللي بيحصل. يعني على سبيل المثال في استراقه مصور عليه على ما افتكر فار ماسك عصا وبيأدب شويه قطط. لا طب ده معناه ايه؟ معناه ان الاوضاع مقلوبه، يعني في قلب الاوضاع في مصر، الفار استبقى، وكأن الفار ده راجل عادي بقى سوي. الطبيعي ان القط هو اللي يسيطر على الفار يعني. وبره الموضوع ده ابور لما اتكلم على الثوره الاجتماعيه قال ان النبيلات اصبحنا ملقين على الطرق، يعني الغنيه اصبحت مرميه في الشارع. طب والفقير هو اللي ماسك مكان. افلام الكرتون لغايه قريب الله يرحمه بقى الراجل اللي كان عامل توم اند جيري،
يعني الفكره هي جايب الفار زعيم عصابه. بالظبط 7000 سنه نفس أيوة الحكايه. ان الفار بقى استقوى خلاص. بس في اوقات بقى كان المصري القديم بيبقى زعلان وحزين جدا. يعني على سبيل المثال في منظر من احد المقابر في منطقه مير في الصعيد في مصر الوسطى. المنظر ده بيمثل راعي بقر رفيع قوي نحيف، والبقر سمين جدا. فهنا المصري القديم جاب التضاد لابراز المعنى. حضرتك فاهمني؟ يعني ازاي ان انا قايم على رعايه دول ولا في لبن ولا في اكل ولا في لحمه ولا في شرب ولا في اي حاجه. فكان المصري القديم برضه احيانا بيميل وان خير الاشياء رايح الخير مش له. مش له، وان هو الاولى بالرعايه الصحيه او بالظبط. اقول لحضرتك حاجه كمان في المصري القديم صورها. المصري القديم اي كلمه سيء لها معنى سيء كان يحط معاها مخصص، يعني علامه بتدل على المعنى. مخصص طائر اللي هو العصفور العادي اللي هو عندنا ده، اللي هو العصفور الدوري ده. قال لي ان انا احط العلامه دي كمخصص. قال لك لان العصفور دوت بيتغذى على محاصيل الفلاحين. يعني برضه بنرجع للارض والفلاح في كل حاجه. فعشان هو بيتغذى على محاصيل الفلاحين فاحنا خدناه كمخصص او علامه دل على الكلمات السيئه في مصر، كالجوع، الفقر، العذاب، الاسى، المرض، كل ما يتعلق بالمعاني السيئه. وفي المقابل كان يحط مخصص اخر زي طائر تاني اسمه طائر الور او بيتنطق طائر الور كمخصص للخير. يحط مثلا البردي اللي هو رمز الكتاب كمخصص للمعاني الساميه وكل ما يتعلق بالكتاب. مصر القديم ما عملش حاجه الا بغرض، كل حاجه عملها بغرض. لما يرسم اي علامه ريليفيه كان يقصد المعنى الاصلي للعلامه دي او يقصد الجانب السامي في العلامه دي. حتى لما عبد المعبودات المختلفه اللي هم بيقولوا المصري القديم عبد الاف الالاف، وان كان عبد معبود واحد وكل دي صور له. المصري القديم لما عبد المعبودات دي كلها هي الصوره دي احنا على فكره معظم الباحثين والمتخصصين حتى في المنطقه بتاعه عباده المصري القديم لآلهة متعدده، دي مساله مغلوطه ومحدش عارف يشرحها كويس في الحقيقه. الاجانب هم اللي شرحوها لنا. هم مش عارفين حاجه كويس. هو بالزبط. احنا يعني المستقر لدينا من اكتر من مصدر ان المصري القديم من آلاف السنين تصل 10 و20 ألف سنة يبحث عن إله واحد خالق للكون. بالظبط. وده حاصل من قبل سيدنا إدريس نفسه كنبي من أنبياء الله، اللي هو ربما يقولوا عليه إخناتون في بعض الروايات. يعني أنا عايز أقول قبل إخناتون وقبل إدريس. يعني الإله الواحد يبحث عنه المصري القديم أو الإنسان بشكل عام. يبحث عنه في نفسه. آدم نفسه كان سابق بآلاف السنين. بالظبط. أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني لو جيت دلوقتي سألت طفل قلت له دلوقتي تخيل صورة ربنا هتبقى عاملة إزاي؟ هو هيرسم إيه؟ هيرسم الطبيعة، صح؟ لأن الله عز وجل هو اللي مسيطر على الطبيعة. فهي القصة كده بالنسبة للمصري القديم. يعني رسم أقرب حاجة هو شايفها. حضرتك فاهمني؟ طبعا. في تصوري يعني الرمزيه الانسان بيتبناها ممكن يبحر فيها. والعظمه هنا ان هو يعني العظمه في الصواب والخطا. انا بعبد الاله لان انا في الاخر هروح محكمه، هتحاسب، هشوف انا عملت صح ولا عملت غلط، وهتحاسب على الصح وهتحاسب على الخطا. فالمصري القديم حياته بتحمل كل المعاني الساميه في مختلف المجالات. ان كان حصل عنده ازمات فده حاجه طبيعيه، العالم كله بيحصل فيه ازمات قديما وحديثا. لكن العبره هنا هتغلب على الازمه ولا لا؟ هقدر احل المشكله ولا لا؟ عندي ملك قوي يقدر يقف قدام التيار ده ولا ما يقدرش يقف؟ انا اعتبر يعني الجمله دي ختاميه شويه يعني، بس هنقولها برضو في نص دقيقه تاني. انه الربط ما بين يعني احنا في العصر الحالي والرئاسه الحاليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مجال الاقتصادي، مجال البيئه، المناخ، الصحه، في اطقم استشاريين هم اللي بيقولوا كلمتهم وبعد كده القرار بيطلع بما يفيد. ده كان حاصل برضو بشكل او باخر في مصر القديمه. يعني ده اللي احنا عايزين نختم بيه. والله اللي بيفهم في العلم والمعرفه كان بيشتغل كاتب، في رئيس ديوان ملكي، في وزير، والوزير هنا ما بيمثلش وزير، رئيس وزراء. يعني في الفترات القويه كلها كان الملك وكل الحاشيه اللي معاه بيشتغلوا قدر الامكان. اكيد في حد ظالم واكيد في حد عادل، وده حال الدنيا كلها. لكن احنا هنحاسب فترات الضعف، ما ينفعش نحاسب حد عليه، لان طبعا بيبقى الظلم يعني منتشر جدا، ودي حاجه طبيعيه. والخروج منه بيبقى برضه محتاج نهضه، محتاج سنين، مئات السنين، محتاج نهضه. بالظبط. طبعا حوار ممتع مع حضرتك دكتور حسام عبد الفتاح، يعني مفتش اثار وباحث في المصريات. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. شكرا موصول لحضرتك والفريق البرنامج. اشكرك. شكرا. اشكركم مشاهدينا. الاربعاء القادم ان شاء الله حلقه جديده من بلاد طيبه. الى اللقاء.